السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل كباب الحلة، لحمة وبصل فقط. بصوا عاملين البصل اهو، بس البصل ده كتير، هنعمل بيه صينية رقاق وهنعمل بيه كباب الحلة. هنحط اهو كمية من البصل، هي بتاخد كتير اهو. بصل اهو، ونحط عليه اللحمة اهوت، مفيش حاجة تاني اهو. تقلبيهم مع بعض، نقلبهم مع بعض، ولا سمنة ولا اي مادة دهنية تحطيها، هو لحمة وبصل وبس. هنعلق عليهم ونهدي النار وتغطي الحلة اهو. حطيناها على البوتاجاز اهو، بصل لحمة، نار هادية، وتغطيه وتسيبيها لما تنزل ميتها خالص، وتقومي معلقة على الكتل عشان هنزودها مية سخنة. يا حبايب اللحمة هي اللي هنعمل بيها الرقاق. عصجناها، هنحط التوابل بتاعتها، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بس ما نحطش ملح، اوعوا تحطوا ملح، الملح الاخر خالص بعد ما ندفي عليه. قلب يا جميل. ادي اللحمه ام بصل، بصوا شربت ميتها اهي، شربت ميتها خالص اهيت. بصوا ما عادش فيها ميه اهي. هنزودها ميه بتغلي، ميه بتغلي، معلقين عليها اهيت. هنحط شويه بشويه اهو، شويه بشويه، ونقلب. لقيت الطرحه بتاعتك ميه، ونقلب كده من غير اي ماده دهنيه اهو، ونسيبها بقى، نغطيها برضو ونسيبها. تيجي تزوديها تاني، زودي ميه سخنه، ما تحطيش الميه السخنه كلها مره واحده، شويه بشويه. وادي حبايب اللحمه كباب الحله اهو. بصوا ده لحمه بصل، وبعد ما الميه بتاعتها شربت الميه بتاعتها اللي نزلتها، زودناها ميه سخنه. ما ينفعش ميه ساقعه، كل شويه زوديها ميه سخنه زي ما تكوني بتكمريها كده، وتهدي النار جدا عليها اهي. لسه فيها ميه، لما تنشف الميه اللي فيها دي هنزودها ميه سخنه اهي. طيب اللحمه بعد ما عصجناها، حطينا مكعب ماجي، حطينا شويه ملح، حطينا شويه شطه بساط عشان الاطفال. وهنعمل صينيه الرقاق. دهنا الصينيه سمنه، الشوربه بتاعتنا حطينا عليها معلقه سمنه كبيره عشان الدسمه وتبقى طعمها حلو، وشويه ملح. هنبدا ان شاء الله العمايل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ودي يا جماعه الرقاق اهو، نبل الرقاق كده في الشوربه. حطينا ماجي وحطينا ملح، وضبنا الشوربه بتاعتنا عشان تبقى حلوه ودسمه اهيت. حط شويه شوربه كده بعد ما تعملي كام رقاقه، تقوم حاطه شويه شوربه في الصينيه عليهم اهو. تبليها كده وش وظهر، والشوربه سخنه عشان ايه يبوش معاكي بسرعه اهو كده. ما تخافيش لما يتكسر منك، عادي، ده كله هيتدارى مش هيبان اهو. بس عاملينه احنا في القناه عن صغير ازاي اهو، عاملينه صغير اهو كده بقى. خلاص هنحط معلقتين شوربه. حاطه هنا 4 رقاقات وعليهم شويه شوربه، ومسيحين سمنه معانا اهيت. هنحط شويه سمنه، معلقتين سمنه كده على الرقاق. نحط طبقه لحمه
نحط طبقة لحمة على الطبقة الأربع رقعات دول. الطبقة الأولى نرجع نحط، حطينا طبقة لحمة، نرجع نحط طبقة رقاق. نحط الرقاق بتاعنا اهوت، نحط 4 أو 5 كده، ونرجع تاني نعمل نفس اللي احنا عملناه في الطبقة الأولى اهوت كده 2. وادي التالتة اهيت. متخافوش انا غاسلة ايدي تمام ومتأكدة من نظافة ايدي كويس قوي. نحط شوية شوربة، نحط واحدة كمان، وبعد كده نحط طبقة اللحمة. لازم تحط شوربة في الصينية عشان يبقى ايه طري ويديكي طعم حلو. يديكي دسامة وطعم حلو. نرجع نحط اللحمة، نجيب اللحمة بتاعتنا نحطها ونوزعها على الصينية. يا جماعة حطينا طبقة اللحمة، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا طبقة حلوة مليانة. نحط بقى ايه كم واحدة رقاق اهوت. نحط كم واحدة رقاق عشان نقفل بيها بقى الصينية اهوت. وادي يا حبايبي خلصنا اهو. حطينا، بصوا حطينا الرقاق كده الطبقة الأخرانية خلاص. هنحط بقى ايه معلقتين سمنة على الوش. نحط معلقتين سمنة على الوش عشان ندخلها الفرن. احنا مشغلين الفرن ومخلينه يسخن اهو. بصوا السمنة قد ايه اهو يا جماعة. حطينا طبقة السمنة ومشغلين الفرن بقالي ربع ساعة اهو. على فكرة شوفوا عمل الرقاق ده عاملاه في القناة معاكم، عاملينه صغير هندخلها الفرن ان شاء الله واوريها. اللحمة يا جماعة بعد ما استوت اللي هي كباب الحلة، بصوا بقت عاملة ازاي. ما حطيناش اي مادة دهنية. وادي الرقاق، صينية الرقاق اهيت. بصوا السوا اهي. اتفضلوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.